طبعا الحي بقى يتأكد من ده والإجراءات تأخذ مجراها. أنا بشكرك ألف شكر. علق على صورتين. الصور الأولى ما جبتوا لي الصور بتاعت اللي هو البعض أحيانا ياخد صور الحقيقة ظهور علاء وجمال مبارك في الحياة العامة. من حقهما الظهور في الحياة العامة، بس البعض بياخد هذه الصور ويبتدي يفسرها ويحملها أكثر مما تحتمل. يعني أنا حضرت كذا عزا ووجدت فيها علاء وجمال مبارك. إيه المشكلة؟ عزاء الفنان زوجة الفنان الكبير محمد صبحي، وكذلك عزاء الفنان الكبير محمود عبد العزيز. وهنا وجود علاء وجمال مبارك في الحياة العامة، البعض هنا أولا ملوش علاقة بالمحاكمات، وملوش علاقة حتى بالمحاكمة السياسية. فهنا البعض حتى مش عاوزه يحمل المشهد أكثر مما يحتمل. بياخدوا البعض ويقول لك شفتوا عودة علاء وجمال مبارك. يعني الماضي لن يعود، وإذا عاد مش هيعود بالأشخاص على فكرة، هو يعود بالأساليب، وهو عاد بالأساليب. يعني الأساليب ونفس نمط التفكير وبعض أدوات بعض الوزارات الحكومية لسه بتشتغل بنفس التفكير. إنما فكرة بقى إن احنا نشوف علاء وجمال مبارك في عزا في ماتش زي ماتش مصر وتونس. أنا بقول ده ليه؟ لأنه كمان انتشرت هذه الصور لعلاء وجمال مبارك في مباراة مصر وتونس. من حقهما انهم يعيشوا في الحياة العامة، يدخلوا مطعم، قبل كده صور في مطعم في شبرا، وقبل كده صور في العزاء، وقبل كده صور في أركان. يعني فالبعض هنا يبتدي يتصيدها ويقول لك عودة علاء وجمال مبارك. هنا علاء وجمال مبارك يمارسان حياتهما العادية، الشخصية هنا كشخصية عادية يعني. انما لا ده معناها انه ده، اصل البعض يقول لك بقى ايه ده تمهيدا للظهور السياسي بعد كده. لا، القديم عاد باساليبه وادواته، لكن ما اعتقدش انه يمكن ان يعود بالاشخاص. وهناك اكثر من شخصية فكرت في العودة تاني وجنحت بعد ذلك الى الاختفاء والاختباء والانزواء، زي أحمد عز نموذجا مثلا. وبالتالي هنا لا تحملوا الصور والمشاهد أكثر مما تحتمل. من حق علاء وجمال مبارك ممارسة الحياة بشكل عادي، بعيدا بقى أما يتحاكم محاكمة جنائية هيتحاكم، لكن مش هينفع تقول له اوعى تنزل من البيت، اوعى تروح عزا، اوعى تدخل مسرح، او اوعى تدخل سينما، او اوعى نشوفك في مطعم، واوعى نشوفك في ماتش كوره. يعني ده الحقيقه ليس مقبولا، ولا يجب ان نحمل الاشياء اكثر مما تحتمل. ايضا واحنا بنتكلم عن رموزنا الفنيه، مديحه يسري بقيمتها الكبيره، يعني كنا تحدثنا معها تليفونيا من قبل، والحقيقه انا دعيت الى الاهتمام بالرموز الفنيه اللي منحونا يا جماعه البهجه والسعاده والفن. علينا أن نمنحهم الاهتمام ونهتم بيهم دايما، ونسأل عن أحوالهم الصحية، وكمان نشوف إيه اللي بيحتاجوه. يعني الفنانة الكبيرة مديحة يسري، والحقيقة أنا زرتها في المستشفى وهي في حالة صحية يعني ربما تحتاج، بسبب أنه الحالة يعني مستقرة وما بيحصلش فيها تحسن، وهي متعلقة بالعظام، فربما يعني نناشد أجهزة الدولة إن احنا نشوف إزاي تتم حالة العلاج في الخارج. اللي أبهجونا وأمتعونا ومنحونا فنا حقيقيا. شوفوا يعني لما تيجي تتكلم عن الفن الهادف على طول هتلاقي مديحة يسري عنوان لهذا الفن، في مواجهة بقى الفن المبتذل اللي بنشوفه كثيرا. وبالتالي هنا يعني هي الحقيقه الفنانه الكبيره مديحه يسري قالت لي ان مؤسسات الدوله
اهتمت كلها من مؤسسة الرئاسة، من الرئيس والسيدة الفاضلة زوجة الرئيس، وأيضا القوات المسلحة، وكمان مؤسسات الدولة المختلفة وبعض المؤسسات السيادية. عشان كده المستشفى طبعا بتهتم بيها اهتماما كبيرا، على اعتبار ان انت امام كنز فني يعني وقيمة كبيرة. لكن إذا وجدنا أن الحالة أصبحت الآن تتطلب العلاج في الخارج، فأتمنى أن أجهزة الدولة أيضا تهتم بهذه الحالة. هطلع فاصل وبعدها هنتابع معاكم قضية فيلم مولانا. المناقشة ليست سينمائية، هي مناظرة بين من يطالبون بوقف عرض الفيلم وبين من ينحازون لحرية الإبداع. هتدخل في المناقشة زي ما قلت لكم قضايا كثيرة يتناولها الفيلم. بعض المشايخ الذين هم صناعة أمنية يتم صناعتهم أحيانا ويتم التخلص منهم في بعض الأحيان. شفنا هذه النماذج. الشيخ التلفزيوني نموذج نجده في حياتنا الآن. كمان قضية السنة والشيعة، الفتنة الطائفية، العلاقة بين المسلمين والمسيحيين. الحل هو التسامح، والحل هو الحب. وتسيب بقى لربنا الله سبحانه وتعالى هو اللي يحاسب البشر. طيب، الذين يطالبون بمنع عرض الفيلم إلى ماذا يستندون؟ هنتكلم معاهم. الذين ينتصرون لحرية الإبداع أيضا إلى ماذا يستندون؟ مناظرة هنناقش فيها كل هذه القضايا، ليست فنية ولكنها متعلقة بجملة قضايا ثقافية. ولا بس مشكلتها مع المعاش وبيلعبوا بيها، وكان المفروض بدي سعادتك هانب الأرملة ديت بعد بكرة، بس الظروف اللي هي بتاعت الأحوال الجوية هي اللي منعتنا يا أستاذ وائل. احنا نصور، هندي لك تليفون مراسلتنا في الإسكندرية ونصور معاها هناك، وإن شاء الله هنقف جنبها ونساندها. يعني هي لا عائلة لها، ملهاش عائل ولا لها مورد رزق. عائل يا أستاذ وائل، دي ملهاش عائل ومعاها 3 أطفال وجوزها توفى وهو شاب عنده لوكيميا في الدم، مات بالسرطان، وفي نفس الوقت يا أستاذ وائل لا تملك حتى منزل وأنا أعرفها كويس، ولا تملك منزل. عشان نعرفك بقى طيب. بالنسبة للدكتور اللي كان بيكلم حضرتك دلوقتي يا أستاذ وائل، أنا متابع القنوات إياها اللي هي قناة الشرق وقناة الوطن وقناة مكملين. أكثر من 3 مكالمات للدكتور يا أستاذ وائل بمؤامرات، وأنا هجيب لك تواريخ الحلقات وأبعتها لك، وهو مش بيتكلم على الجيش المصري، على الجيش المصري وعلى الرئيس السيسي وعلى الشعب. يعني هو في المكالمة مع الحيوان معتز مطر. يعني خلينا، انا مش عايز يعني يعني في كل الاحوال انا امام يعني ما هو اللي هتلاقيه بهذه القسوة على مريض، ما هتلاقيه ايضا بهذه القسوة على الوطن نفسه يعني. فيعني ما تندهش. انا بشكرك. هبقى ناخد منك تليفون السيدة، اديله تليفون مراسلتنا في الاسكندرية يا جماعة عشان نشوف هذه الحالة. يا جماعة انه يعني طبعا انا اسف ان احنا في جزء من رسالتنا يتعلق بالحالات الانسانية، ولو هتلاحظوا في عنوانين في هذه القضية: الاسر التي لا عائلة لها. لما تبقى في عيلة، اسرة ملهاش مورد رزق وملهاش من يعولها، ده مسؤولية الحكومة والدولة، مفيش فيها نقاش. والدولة اللي تتخلى عن مسؤولياتها في ده يبقى هي بلا إنسانية وبلا ضمير. يعني في عائلات بلا عائل وبلا مورد رزق، دول بقى كأنك بتقول لهذه الأسر موتوا أو انحرفوا أو بيعوا أطفالكم أو اعملوا أي حاجة يعني. لكن إن احنا نسيبهم كده بالشكل ده،